تخيل لو المدينة اللي انت عايش فيها انعزلت عن العالم، مفيش اخبار، مفيش نت، مفيش اي لغة تواصل بين مدينتك وبين العالم من حواليها، وبعد 100 سنة من العزلة قررت المدينة بتاعتك ان هي تفتح ابوابها تاني على العالم. تفتكر شكل الفجوة هيبقى بينكم عامل ازاي؟ وده اللي حصل بجد في مدينة ايرفوت في المانيا. هنرجع بالزمن ل 1347 في قلب اوروبا وتحديدا في المانيا. هتشوف هناك مدينة اسمها ايرفوت، وهي من اقدم المدن اللي موجودة في وسط اوروبا. المدينة كانت مبنية على اطراف نهر اسمه جيرا، وده كان بيديها موقع استراتيجي مهم عشان كان بيخليها موجودة في قلب طريق تجاري بيربط ما بين غرب وشرق اوروبا. كمان المدينة كانت محطة مهمة على طريق تجارة بيربط ما بين فرنسا وبولندا. المدينة كمان كان بيتعمل فيها اسواق اسبوعية، وكان بيجي لها تجار من مناطق مختلفة. زي اي مدينة في اوروبا وقتها، الحكم فيها كان الامبراطورية الرومانية، بس ايرفوت كان ليها نظام حكم ذاتي شوية. يعني هتشوف مجلس مدينة فيه نبلاء وكبار من التجار هم اللي بيتحكموا وبيقرروا في شؤون المدينة. المدينة كانت مزدهرة وفيها أديرة كبيرة واسواق ومدارس، والبيوت بتاعتها كانت مبنية من خشب وحجارة. حياة بتجري فيها زي اي مدينة اوروبية في العصور الوسطى. لكن فجأة بيظهر شبح مرعب بيخلي الناس تقفل البيبان عليه، ذا بلاك ديث او الطاعون الاسود. الطاعون بيبدأ من اسيا الوسطى وبينتقل لاوروبا عن طريق السفن التجارية من اول القسطنطينية لحد صقلية. في خلال سنة ونص الطاعون كان وصل تقريبا لكل المدن الاوروبية. حسب السجلات المحلية الطاعون وصل ايرفوت 1349، متأخر شوية عن باقي المدن. اول حالات ظهرت في التجار اللي كانوا بيجوا من الجنوب، وفي اسابيع قليلة المرض كان بينتشر بسرعة جنونية. وهنا كان اول قرار باغلاق المدينة تماما. السلطات المحلية بقيادة مجلس المدينة اللي قلنا عليه مع الكنيسة قرروا ان هم يعزلوا المدينة دوليا. المدينة كانت مصورة، فقفلوا كل ابواب المدينة، منعوا كمان اي تاجر او قافلة من الدخول او الخروج للمدينة. الكنائس وقفت التجمعات، الاسواق، المدارس، كل حاجة اتقفلت. المدينة دخلت في عزلة تامة، وده كان فعليا زي اغلاق كلي بس من قرون. الناس كانت بتدفن موتاها في قبور جماعية بدون اي طقوس او جنازات. الاهالي نفسهم قعدوا في بيوتهم بالايام والاسابيع، كل واحد فيهم خايف يخرج لا يلقط العدوى. ومع توقف التجارة حتى القوافل اللي كانت بتعدي والكنيسة اللي كانت بتراسل جهات دينية من بره، العالم تحول من قرية كبيرة لجزر معزولة، وايرفوت كانت من الجزر دي. بعد الطاعون حصلت مجاعة، لأن طبعا محدش كان بيزرع ولا بيحصد. بعدها بدأت حروب دينية وصراعات بين طوائف مسيحية في المنطقة. كل ده خلى المدينة تعيش في حالة عزلة وانكماش لأكتر من 80 وبعض المؤرخين بيقولوا 100 سنة تقريبا، لحد القرن ال15 لما بدأ عصر النهضة يغير شكل أوروبا. ولأن المدينة فعليا كانت محفوظة وفي عزلة وقافلة على نفسها، فده خلاها كأنها فقاعة زمنية. اللي حصل إن مدينة ايرفوت بعد أكتر من 80 أو 100 سنة لما فتحت على باقي مدن أوروبا، اكتشفت إن هي مدينة غريبة وسط عالم غريب. عالم بقى فيه لغة مختلفة، طريقة اللبس، الطب، حتى نظام الحكم اختلف. طاعون ما كانش بس مرض، ده كان حدث غير شكل أوروبا بالكامل. تقديرات بتقول إن مات حوالي 50 مليون إنسان في الطاعون، يعني أكتر من تلت سكان أوروبا. إحنا يمكن شفنا لمحة صغيرة من ده وقت كورونا، مدن ومطارات وتجارة كل ده اتقفل ووقف، حتى سلوكيات الناس اتغيرت. يعني لو حصل وباء مدمر تاني أو كارثة مناخية أو نووية، تفتكر ممكن تظهر مدن فعلا تفضل في عزلة سنين طويلة، ولما تفتح العالم تلاقي العالم اتغير من حواليها؟